أنا زايد في بشار في الدبدابة في سنة 1954 من الأب نتاعي الله يرحمه اللي راح للثورة، وتعرفت عليه في من بعد الاستقلال. عشت بدون والدي النهار اللي اندعى الاستقلال، قالوا لي ها هو بكره جاي من الثورة. قريت في المدرسة نتاع الدبدابة، كنا المدرسة القرآنية ثانيا وكنا نروحوا. كانت هذاك الوقت غير ثانوية وحدة بعيد على الدبدابة 5 كيلومتر، وكنا نمشوا نروحوا ونجوا على رجلينا. دونك كانت عندنا 20 كيلومتر في النهار، كانت صعبة. مع كنا عائلة كبيرة وعايشين قاع مع بعض. كانوا غير جوج من عمامي، ومن راح الأب نتاعي كاين اللي داروهم في الحبس. كنا احنا 7 اللي دينا الباك. النتائج كان يديروهم في الجريدة. قريت فيها عامين في الطب، وشفت باللي ما هناش. رحت على بشار، لحقت للدار، لحقت مع الأب نتاعي الله يرحمه. وكيفاه راك جاي؟ قلت له أنا كملت. قال لي كيفاش كملت؟ عامين وكمل. قلت له كملت دراسة الطب. قال لي كيفاه ودرت فيها غير عامين؟ قلت له خلاص. قلت له باللي أنا الطب ماشي نتاعي. قالوا لي كان البيولوجيا. أيا رجعت لجامعة وهران، هذيك هي بديت نقرا على النبات. كملت لا ليسانس على النبات. هذيك هي واحد النهار كنت مريح في الشامبره تاعي ونقراو كل شيء من هذوك لي كوبيرون اللي كانوا يقرونا. دق عليا في الشامبره قال لي ولا راه جاني البروفيسور تاعي من فرنسا وباغي يشوفك. وهما عجبتهم كيفاش دير البحث. قال لي لا تبغي تجي دير عندي الدكتوراه في ليون. هي قال لي صح، شوف انت روح خمم وقول لي هو الفرنسوا الى تعجبك الحاله ولا لا. من قبل قلت لها البحث انا هذاك هي الحاجه المهمه. هذيك هي رحت هذاك قيس كانوا يبدلوا 30,000، كانوا يعيطوها 300 فران فرنسي. رحت بدلتها وشريت البيي ورحت. كنا نقراو وفي الليل نمشيو، كنا نديروا الموسيقى العراس وهاد الصوالح. مشيت سكنت، جاو عطاني قال لي هاد الدراهم نتاع الشهر الاول، ودونك من غدوه تبدا في اللابوراتوار. كملت الدبلوم تاعي. قال لي دونك لازم تقعد كل شيء الوسائل باش دير الدكتوراه نتاعك. وصح قال لي خصك تخدم على الجينات نتاع الانسان. بروفيسور، لما تتذكر أنه أنت في صغرك عانيت من الفقر، نعم، وعانيت من الحرمان، صراحة نحن كجزائريين نفتخر بك، نفتخر بالعالم يحيى شبلون الذي تمكن من إنجاز هذه الاختراعات الكبيرة، لقاح مضاد للسرطان ولقاح مضاد للسيدا. وش تشعر؟ نقول كيف الوالدين اللي ما قراوش، اللي ما تعلموش، اللي ما كانوش هنا، كانوا في الثورة وكل شيء، داروا كل وسائل باش نلحقوا لها الدرجة هذه. توري الإنسان كإنسان ينجم من أي مرحلة يلحق للمرحلة العالية.